تويزا أو تويزا كلمة أمازيغية تعني التضامن والتعاون. في القرية تبرز ملامح هذا الفعل التكاملي خاصة في فصل الصيف مع انطلاق موسم الحصاد. أبناء القبيلة الواحدة من الفلاحين ينخرطون في هذا الفعل التشاركي. نموذج من إزمور بإقليم الحسيمة مع فؤاد عزوزي ومحمد حجوب. 100,000 هكتار هو عدد المساحات المزروعة من الحبوب بإقليم الحسيمة خلال الموسم الفلاحي الحالي الذي يعيش نهايته بعملية الحصاد. الفلاحون هنا بمنطقة إزمور يقولون إن أعينهم لم تشاهد إنتاجا كهذا منذ 3 عقود. الحمد لله الخير موجود ده سبحان. الحمد لله الخير كثير هذا العام، لم نشاهد هذا الإنتاج منذ سنة 1986. إلا 86 ولا العام المهم 86 أريد. إلا حرتي بلا ما دير لانكري ولا دير فيما حرت شي واحد جات الغله الجلبان الفول الشعير والقماح خصنا بنادم غير يحرط وصافي. هما الفلاحه مزيانه، خصنا غير شويه ديال المعاونه. التعاون هو ما يميز عملية تويزا، وهي مصطلح أمازيغي يعني التضامن والتكافل والعمل الجماعي. هنا تجمع العشرات من أبناء المنطقة للمساعدة في الحصاد وحناجرهم تصدح بالغناء. يا مكانكو سبب من الشك يا مكانكو. نجمعوا اكثر من 74 واحد وجاو الناس كيعاونونا في التويزه في هاد الايامات ديال التويزه. هاد الخير هاد العام وفي هاد النهار كيجي واحد النهار بارد، الفلاح كيضرب المجل، معاونه بنادم كيديروا بيناتهم، هذا كيتساعد مع هذا، مره يديروا عندي هنا مره يديروا في شي بلاصه اخرى. وبعد الجهد تأتي استراحة المشاركين بوضع مناجل الحصاد أرضا بعد أن أحيوا عادة في التضامن قديمة متوارثة من الآباء إلى الأبناء. أضحت اليوم قليلة في زمان آلات الحصاد، فهل يحافظ عليها النشء الصاعد؟